ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رودي من قناة يلا نطبخ مع رودي. النهاردة هعمل معاكم البانيه المقلي، جميل جدا ولذيذ. طبعا كلنا بنحب حاجة اسمها بانيه، اذا كان مقلي ولا مشوي بيبقى تحفة جدا. وطبعا معروفة ان البانيه المقلي والمكرونة بالصلصة دي الأكلة المعتمدة لأول 5 سنين جواز. معروفة كده، هي دي القاعدة بتاعتنا. أنا طبعا عملت البانيه المقلي والمكرونة بالصلصة. اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم وتقولولي ايه رأيكم في الكومنتات. ما تنسنيش بقى من اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل جديد. بصوا شايفين الجمال؟ تحفة جدا البانيه. ان شاء الله وصفة النهاردة تعجبكم وتقولولي ايه رأيكم. طبعا اول حاجة انا هعملها هتبل البانيه عشان اسيبه في التلاجة شوية ياخد كده من التتبيلة. انا كان معايا نص كيلو بانيه، حطيته. والتتبيلة معانا سهلة جدا وبسيطة، يعني موجودة في كل بيت. طبعا حطيت البانيه ورشيت عليه ملح وفلفل اسود، ومعايا كوباية لبن وربع كوباية خل. بجد التتبيلة دي سهلة جدا ويعني مفيش ابسط منها. طبعا انت لو مش حابة تعملي لبن وخل وكده ممكن انت تتبليها بزبادي. انا طبعا خلطت كل البانيه مع اللبن والخل والملح والفلفل الاسود. خلطت كل الكمية معايا كده. وبعد كده هغطيها بستريتش راب وهسيبه في التلاجة. يعني هسيبه لمدة نص ساعة كده، هو ده الوقت المتاح بالنسبة لي. انتي طبعا لو حابة اكتر من كده تمام. وعقبال ما البانيه يتبل هعمل المكرونة. معايا هنا المية غلت وحطيت عليها ملح وزيت، حطيت ملح وزيت. ومعايا كيس المكرونة، حطيت المكرونة وهقلب كده وهسيب بقى المكرونة تستوي مع نفسها. وعقبال ما المكرونة تستوي هحضر حاجة البانيه. معايا بقسماط ومعايا طبق تاني فيه دقيق وعليه نشا وملح وفلفل اسود، حاجات بسيطة كده، وبصل بودر وتوم بودر وكده. ومعايا طبق فيه بيض وحط عليه رشة فلفل اسود عشان زفارة البيض طبعا. وبعد نص ساعة طلعت البانيه. انا هنا هعمل الصلصة بتاعت المكرونة، حطيت زيت وحطيت صلصة. طبعا انت لو حابة تعملي الصلصة بالبصل او بالثوم طبعا اللي انت تحبيه. انا حطيت صلصة. انا مرضتش اعمل بالبصل والثوم، انا حطيت توم باودر وبصل باودر يعني بتبقى حلوة قوي وخفيفة. وبعد كده حطيت ملح وفلفل اسود وبصل باودر وتوم باودر واقلب كويس. وهحط شوية من مية سلق المكرونة. برضو بتبقى جميلة جدا الصلصة بشوية مية السلق دي بيبقى طعمها لذيذ. قلبت كده كويس الصلصة وبعد كده نزلت عليها المكرونة واديتها تقلبتين كده وسبتها يعني دقيقتين كده على النار عشان المكرونة تتشرب من طعم الصلصة. واستوت معايا. وهنا بقى معايا البانيه، حطيته في البيض وبعد كده الدقيق وبعد كده البقسماط. وطبعا ايه بضغط بالبقسماط عشان البانيه يتماسك ويبقى متماسك كده والكفر بتاع البقسماط يبقى حلو. وهكذا بقى باخد البانيه واحطه في البيض بعد كده الدقيق وبعد كده البقسماط. وطبعا زي ما بقولك لازم تضغطي بالبقسماط عشان يبقى كفر حلو وما يفكش معاكي وانتي بتقليه. حبيت ابدل هنا شوية، حطيت في الاول الدقيق بعد كده البيض بعد كده البقسماط. يعني عادي، يعني حسب ما تحبي اللي انتي تعمليه. بس كده كانت وصفة سهلة جدا النهاردة وبسيطة قوي. وطبعا زي ما قلتلكوا في الاول يعني هي دي الاكله اللي كنا بنعتمدوها اول الجواز، مكرونه وبانيه. اعمل اكل ايه؟ مكرونه وبانيه، مكرونه وبانيه. وهنا كان معايا الزيت على نار متوسطه والزيت معايا سخن. هو مش لازم تعملي زيت كتير، هو بس يدوب يغطي من تحت. وحطيت اول كميه معايا من البانيه.
يا دوب كده تاخد لون من تحت، وبعد كده بقى هقلبها على الجهة التانية. زي ما انتوا شايفين قلبتها على الجهة التانية، وانتي بتقلبيها واحدة واحدة عشان الكفر كده ما يتحركش معاكي. هسيبه برضو من الناحية التانية شوية كده. ومعايا طبق حاطة فيه مناديل، هطلع الكمية دي وهحط كمية جديدة. وطبعا لو حسيتي ان الزيت بقى فيه حاجات صغيرة سودا كده، شيليه بأي مصفى، اي مصفى ضيقة كده شيليها، عشان الكمية التانية اللي تحطيها ما يبقاش فيها حاجات سودا من الكمية الأولانية. تمام كده، انا شلت اول كمية. بصوا لونها بقى ذهبي وجميل جدا. وهكمل انا الباقي بقى مع نفسي. وبس كده. بصوا البانيه شكله تحفة. اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم، وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. ولو حابين اعمل معاكم وصفات ايه قولوا لي برضو، كلموني في الكومنتات وان شاء الله بإذن الله هعملها معاكم. واتمنى وصفة النهاردة تعجبكم، وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليوصلك مني كل جديد. وبس كده انا خلصت وصفة النهاردة وزينتها زي ما انتوا شايفين. ومعايا طبق المكرونة تحفة جدا. واتمنى بقى وصفة النهاردة تعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم. واتمنى وصفاتي اللي بعملها معاكم تعجبكم بإذن الله. ومع السلامة.